بطاعة الديان إياكم أن تهملوا أوقاتكم فتندموا يوما على ما فاتكم وإنما غنيمة اللسان شبابه والغصر في التواني ما أحسن الطاعة للشبان فصول تقوى الله يا إخواني وأعمروا أوقاتكم بطاعة والذكر كل لحظة وساعة ومن تفت ساعة في عمره تكن عليه حسرة في قبره ومن يكن فرط في شبابه حتى مضى عجيب من تبابه ويا سعادة أمره مقضاه في عمل يرضى به مولاه أحب ربي طاعة الشبان يفوزهم بجنة الرضوان فاطب إلى مولاك يا إنسان من قبل أن يفوتك الأوان ومن يقول إني صغير أصبر ثم أطيع الله إن أكبر فإن ذاك غاره إبليس وقلبه مغلق مضموس لا غير في من لم يتب صغيرا ولم يكن بعيبه بصيرا واختر من الأصحاب كل مرشدين القرين بالقرين يقتدي وصوبة الأشرار دهوها أعمى تزيد للقلب السقيم سقما وصوبة الأغيار للقلب دواء تزيد للقلب نشاط وقوة فإن تبيت سنة النبي فاجتنبن قرناء السوء يا أيها الغفلان ومولاه انظر بأي شيء تلقاه أما علمت أن الموت يأتي مسرعا وليس للإنسان إلا ما سعى وليس للإنسان من بعد الأجل إلا الذي قدمه من العمل فبادر التوبة في إمكانها من قبل أن تصد عن إتيانها يا أيها المغرور ما هذا الأمال إلى متى هذا الترعي والكسل لو يعلم الإنسان قدر موته ما ذاك طول الدار طعم قوته ولي أراك لم تفت فيك اللبار وياك هذا القلب أكثر من أجل وأفلس الناس طويل الأمل مضيع العمر كثير العطل نهاره يمين في البطالة والليل في النوم بئس الحالة فدل لنا يا سامي وصيتي بالله